السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبتعملوا لايك وسبسكرايب وشير في القناه. اعملوا شير يا جماعه عشان في فيديوهات بتقع منكم بجد. والجرس اللي انتم مفعلينه ده بجد لو انت مفعله مش بيوصل لك الاشعار، فالغي التفعيل وفعله من اول وجديد. ولو مش مفعل الجرس يا ريت تفعل الجرس عشان نكبر كده. يعني امسك العقل يا صاحبي، امسك العقل كده وفعل الجرس وما تبقاش راجل دماغك تعبانه. يعني عيب، انت كبير. انا بزعل ليه؟ حاسس ان انا مدرس عربي في ايه؟ فعل الجرس واشترك يا معلم واعمل لايك وشير مع صحابك على بال ما اخد بقى نسكافيه. فيديو النهارده يا جماعه فيديو جامد جدا. مش هنتكلم عن الاشباه طبعا زي بقيه اليوتيوبرز زمايلي. لا عادي يعني، هم كلهم اتكلموا وانا هتكلم يعني عادي عشان كلنا عايزين ريتش. فده مش هيجيب لنا ريتش بس عادي يعني، كلنا بنعمل مواضيع وفيديوهات. فالنهارده انا مش عارف ايه اللي دخلني في الحوار ده اصلا. هنتكلم النهارده يا جماعه عن اشباه المشاهير، ايا كانوا بقى مشاهير في ايه، بيعملوا ايه، فهنتكلم عنهم وهنقيمهم. ده حصريا في قناه الفنان الشهير الجامد احمد العالمي. هنقيم المشاهير، يعني اشباه المشاهير، يعني شبههم بقد ايه، يعني كام في المية. واتمنى الفيديو يعجبكم وتعملوا شير وعزوم. هنبدا بقى باللي ليه مليون شبيه تقريبا بجد. انا اكتب على تيك توك شبيه محمد صلاح هتلاقي ناس كتير قوي. يعني ايه يا جدعان؟ ماشي يعني اي حد مربي دقنه وعامل شعره كيرلي كده نكشه. بالمناسبه انا حلقت، يعني يا ريت تباركولي في الكومنتات، قولوا لي اي حاجه، باركولي في الكومنتات يا جماعه. اي حد دلوقتي بقى شبيه محمد صلاح، فتعالوا نشوف اشباه محمد صلاح. ايجيبشن كينج ايجيبشن كينج. ايجيبشن كينج فخر العرب، شبيه محمد صلاح. بصوا هو ليه اشباه كتير، فاحنا جبنا حد يعني، ما رضيتش اجيب كريم عادل عشان كريم عادل دلوقتي متجه لللايفات شباب ماليش دعوه. ها احنا عملنا عليه فيديو اللي هو شبيه محمد صلاح اللي بيطلع في اللايفات ده. فايجيبشن كينج ده انا حاسه قريب جدا من محمد صلاح، فاحنا ممكن نديله شبيه محمد صلاح، نديله 7 من 10. ايه رايكم؟ يعني انا شايف تقييمي ليه 7 من 10. لو حد برضه ليه، يعني عايزكم برضه تقيموا معايا في الكومنتات، قولوا لي انا صح، انتوا ليكم راي تاني كده. انت هو يمين شويه شمال شويه. اقرب شبيه الى قلبي. انا مش بتابع كوره خلي بالكم، فانا بحاول اخد الناس بالشبه عشان هم مشاهير انا عارفهم. فده شبيه مبابي، يعني بقول مبابي او مش عارف اسمه مبابي ولا ما اعرفش، انا ما ماليش في الكوره قلت. فده شبيه مبابي يا جماعه. فالراجل ده ممكن نديله كام مش عارف، يعني سيبه نقيمه بعدين نشوف بس محتوى الفيديو عشان بحب اتفرج على الفيديوهات الغريبه ده دي. انتوا نيله قوي. يا مبابي، انا توأم يمين يمال وجاي لك في تحدي. ثاني اسمه يمين يمال ولا؟ بصوا ملناش دعوه بالاسم، بس انا عارف الواد اللي هو فيه شبه من عفروتو ده، فممكن نقيمه ثانيه واحده. اول جمال مين يا مبابي؟ يمين يمال. للاسف انت بتستغل اللون البشره بس، لكن انت مش شبه اول جمال زي ما قال الاستاذ مبابي الجميل. فانا هقيمك تقييم مش هيعجبك، بس يلا نكمل نشوف برضه محتوى الفيديو. نهار اسود، يا نهار ابيض، نهار اسود. انا علاقتي بالكوره بلاي ستيشن يا جماعه، فانا عارف ان الناس دي، انا عارف الواد الطويل ده شبيه فان دايك، واللي جنب بتاع ده مش عارف مين. يعني انا ماليش في الكوره للاسف يا جماعه، فعدولي. تعالى يا جمال، ده الاشباه اتصدمت منك. تعالى تحدي. انا مش شبيهه يا مبابي، ده انت مين؟ انا توأمه. لا يا اسطى انت كداب، وعلى كدبك ده انا كنت اديك 5 من 10، خد 4 من 10. انت مش شبه اول جمال، ومش هكمل الفيديو عشان الكدب ده. بعد اذنك يا استاذ مبابي او شبيه مبابي، تتاكد من الناس اللي انت بتجيبهم عشان هيبداوا كده، فاهم؟ مبابي، جاي لك تحدي موت يا مبابي على الجزمتين دول. ثانيه واحده، هو ده اخوك الكبير ولا انتوا ايه؟ ثانيه، انتوا ايه اشباه مبابي بيزيدوا ليه كده؟ احنا كنا هنقيمك انت لوحدك دلوقتي. طب ايه ده؟ طب ده حوار ده. امبابي 3. امبابي 3 يعني هي جمعيه ولا ايه؟ امبابي 3 لحد امبابي 10 وبعد كده بنعيد، ولا 40 امبابي مثلا عشان يخلق من شبه 40 والشغل ده. ده جايبهم منين الجزمتين دول؟ جايبهم لك من السند ستور وجاي اخسرك عشان هروح بيهم تاني. بس الصراحه انا حاسس امبابي 3 ده شبه اسمه ايه، طارق الشيخ. بجد يعني في من طارق الشيخ بس على اسمر شويه، وطارق الشيخ ارفع شويه. خسرني. انت ما تعرفش اللي فيها. تعالى. ما اعرفش اللي فيها. انا هقف جون وتشوت فيها 3 كور، ولو عرفت تجيب فيها جون بحق انا كده هروح. طب بصوا احنا هنقيم امبابي 2 دلوقتي، يعني ممكن نديله 6 او مش هندي امبابي 2 7، هندي امبابي 2 7، وهندي امبابي 3 5 كشبيه امبابي 3، وكشبيه طارق الشيخ يعني كلنا اكيد عارفين طارق الشيخ.
فممكن نديله كام يعني كشبيه طارق الشيخ؟ نديله لو هتبقى ده تغير بقى تبقى شبيه طارق الشيخ، ممكن نديلك بص انا هديك 5 عشان انت شبيه مبابي، فانت 5 عشان انت النسخه الارضى من مبابي، عشان في مبابي 2 طبعا. يعني انا اسف يا استاذ مبابي 3 والله، بس احنا برنامج محترم وما بنقبلش الرشوه، في نزاهه واقول له سيلافي ناس طايت على تلاكيك. لا ثانيه واحده، انت شبه مروان موسى قوي ليه كده؟ في ايه يا اسطى؟ هو ايه ده؟ ازرق اصفر دراويش ايه نزلت اجيب الجون الذهبي ايه. لا انا متهيألي اللي هيفوز معانا شبيه مروان موسى، يعني الراجل ده شبهه جدا، مش عارف شبه مروان موسى اكتر من مروان موسى تقريبا، فاحنا مش عارف. بص عشان احنا ايه ممكن نلاقي حاجات تانية قدام، فاحنا هنديله 8.5. ها لو ما لقيناش حاجة احسن خلاص الراجل ده يطلع لل10، ف8.5 من 10 شبيه مروان موسى. تمام. يعني انت افرح يا شبيه مروان موسى لو اتفرجت على الفيديو ده، واشك او مروان موسى بيتفرج عادي، لكن انت مغرور يا شبيه مروان موسى، فممكن نديلك 8.5 من 10. فافرح ان انت اعلى واحد تقريبا في الفيديو بتاع النهارده، ونخش على الشبيه اللي بعده. شباب عسول الكلام مقفول. اهو زي ما الكتاب بيقول. ثواني وعهد الله والله على الله. بعيد عن الكلام الغريب اللي اتقال دلوقتي، فاحنا هنقيم شبيه رضا البحراوي وشبيه عفروتو، بس هنقيم شبيه رضا البحراوي دلوقتي. احنا نجيب فيديوهات تانية لشبيه عفروتو. فشبيه رضا البحراوي انا ممكن اديله 4 عشان هو مش ما اتقنش شبه قوي. انا مش عارف ازاي اتقنه، استغفر الله العظيم اللي بقوله ده، ما علينا. يعني مش شبه قوي، وحتى مش شبه في الكلام يا معلم. يعني اسمه ايه ده لما بيقول كلمتين، يعني مثلا يا محمد هات لي كوبايه الشاي اضرب، رضا البحراوي بيعمل كده. انا بحب رضا البحراوي عشان ما يخشيش حد فاهم ليه يقول انت من امك كده الكلام ده ماشي. انا بحب رضا البحراوي فما تدخلش من امك انت، فممكن ندي شبيه رضا البحراوي 4 وشبيه عفروتو ونخش له على فيديو تاني لوحده. بقول لك ايه ما تثبتنيش خلاص براحتك ما تصدقيش. شبيه عفروتو انا عايز اقيمك، بس انت تقريبا ما بتعملش فيديوهات لوحدك، فمش عارف ليه يا معلم ما بتعملش فيديوهات لوحدك. انت كبرت يا اسطى ما تعملش فيديوهات مع رضا البحراوي ومروان موسى. بس الراجل ده انا ممكن اديله ايه، ممكن اديله 7. يعني هو في قريب من عفروتو بس في اختلافات يعني. فالراجل ده 7، الراجل ده 7 وانا شفته في الزمالك قبل كده وسلمنا على بعضينا، فخلاص هو 7 حلوين قوي يا شباب عفروتو. ولو شفتني في الزمالك ما تلمش صحابك وتيجوا تتخانقوا معايا عشان اديك 7. احنا ممكن نحل الموضوع ده ونقعد مع بعضينا يعني لو اتقابلنا في يوم من الايام تاني. ما بتفرقش معايا زميلي عوجت انا بايدي. طبعا انت هتفتكر ان ده غلط من عندي ان انا جبت شبيه عفروتو تاني. انا فكرت في الموضوع لا يجيب الجنج صح ويجي يضربه. ما نخافش من حد يابا، احنا بنخاف من حد ليه؟ يعني بنشوف بعضينا، فما ينفعش برضه كصديق في الوسط الفني ها يا شباب عفروتو. فاحنا فكرنا في الموضوع هنديك 8 وكمان في تيشيرت البرازيل ف8 لا 8 مش الحق يتقال 8. اصل انت فيك يعني 8 من 10 شبيه عفروتو. وهنشوف بقى الاشباه اللي بعده. فتمام شبيه عفروتو، لو شفتني في الزمالك احنا اخوات، كل اللي اتقال اشاعات، انا وشبيه عفروتو اخوات. هو شبيه عمرو دياب. شبيه عمرو دياب انا مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس شبيه عمرو دياب احلى من عمرو دياب طبعا. يعني انا اسف الفنان واسف الفنان برضه، يعني اسف لكم انتوا الاثنين، انا بحبكم انتوا الاثنين. فاحنا نشوف شبيه عمرو دياب ايه الكلام معاه. بس هو بقى بيتضايق بقى ايه اللي بيضايقه؟ مثلا بتاع توك توك معدي هو يناديله يقول له خدني معاك مثلا، توك توك بيروح سايبه وماشي. سواقين التكاتك بقوا حاجه فظيعه جدا مع المشاهير الفتره دي. يعني انا قبل كده وقفت سواق توك توك فقعد يفاصل معايا على 2 جنيه وعملنا حوار والشارع اتلم علينا، كانت مصيبه سودا وكان هيضربنا انا وصاحبي، بس الحمد لله الموضوع اتلم برده وادينا له 2 جنيه ومعرفش بقى يعني. تمام يعني تعالوا نشوف في عمل ايه سواق توك توك مع شبيه عمرو دياب. بيفكر يعني اللي هو مثلا مش هيديله فلوس كده. لا ما اسمحلكمش. ايه يا جماعه انتوا بتسوقوا صوره شبيه الهضبه مش الهضبه ذات نفسه. ازاي يعني مش هيديله فلوس؟ بيركب سفلقه يعني ايه يا جماعه؟ فهو برضه ايه بيزعل يروح شتمه ويروح من التوك توك ماشي. قول لي بقى انت عايز تتجوز؟ لا مش عايز يتجوز يا اسطى، هو طموحه في الدنيا ان هو يبقى انت يعني ايه السؤال ده بجد؟ ايه يعني؟ تخيل تروح لراجل تقول له انت عايز تتجوز، فاهم؟ راجل ما اتجوزش عايز تتجوز يعني لا يا اسطى مش عايز اتجوز يا اسطى. انا مش هينفع اقول عشان انتوا، عشان احنا متعودين على ان احنا ما نقولش الحاجات دي هنا في القناه، فممكن نقولها في القناه الثانيه عادي. عشان كده مواصفات العروسه ايه؟ مواصفات العروسه ساعات انا خطبت كتير بس مع انت شبيه الفنان عمرو دياب في الشكل اكتر، لكن في الصوت ممكن يعني ما لناش دعوه. بس انت يعني في يعني انت شبيه عمرو دياب في الشكل بس.
تمام، لكن مالناش دعوه بحكايه الصوت دي، مالكش دعوه بقرار الغنى. حصلت احكي لنا رصيد. القصه دي بقى، خطبت كم مره؟ خطبت بتاع 3 مرات بس ما حصلتش رصيد. ليه ما حصلش نصيب؟ ايه اللي حصل؟ عشان الحريم مش جدعه، والف من تتمناه كفنان. لا انا بهزر عشان انا ما اخشيش بقى حبيت انا بقى بقيت دلوقتي بخلي بالي من كلام. انا كنتش بخلي كلام كنت عادي بتكلم براحتي في الاول، كل شويه الاقي حد يخش في الكومنتات انت قصدك ايه مش عارف بايه، انت بتعمل ايه، انت بتتكلم على ده ليه. فدلوقتي بقيت تخنقوني بقى كل شويه، انا مش قصدي وقصدي لا قصدي بقى خلاص. ايه اللي حصل؟ احكي لنا. بحبش بقى شغل البطلونات ويقعدوا يرقصوا في جازهم ستوب يا فنان، يعني فنان ده احنا قناه يعني خلاص كفايه كده لشبيه الفنان عمرو دياب، ومش هقيمه. واكيد انتوا عارفين ليه، عشان انا ما بحبش حد يجيب سيره اي حد في الدنيا عندي. فتمام انت قد الدنيا والله فنان، وبتمنى لك بتمنى لك كل الحب والدعم وكل حاجه حلوه وكل حاجه جميله. ده الشبيه المصري والله ما عارف اقول لكم شبيه مين. اسمه ايه اسمه جنكيز خان تقريبا، حاجه زي كده. انا اسف لو بنطق اسمه غلط، عشان اكيد هلاقي له فانز في الكومنتات. انا لو اتكلمت عن الضفدعه المطلقه تحت بيتنا في بلاعه المجاري هلاقي ليها فانز وهيقرفوني. ف تمام. ده شبيه جنكيز خان اللي هو بيقعد يشتي لي دوب 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 وكامل. احنا رفيعين ما بنعملش الكلام ده. بص شغال الشغل، المطعم كله عمال بقى فاهم، هات لي 50 فطيره هنا و50 بيتزا هنا وانزل لي بالحلو، هات لي عربيه كامله كده مليانه رز بلبن عشان نلحق نغذي له كرشه ده. اشتبري دوب دوب دوب. اتبسط كده، اتبسط وهز كرشه والمطعم دفع له. وانا مش عارف يعني، بتمنى له يعني مش عارف والله يعني. انا الحاجات دي مش هقيمه عشان انا مش لا عشان انا مش هيعجبني تقييم، مش يعني بس ده كله تقييم. ده شبيه الواد اللي جبش في مصر ابو شعر ده وخنقنا في كل حته. كان اسمه ايه؟ انا مش بكرهه بس مش فاكر اسمه، عشان كده بقول لك الواد اللي يعني هو جه في كل حته مصر. يعني انا مصري اهو وبجد ما روحتش الاماكن اللي هو راحها دي كلها، ومش مش يعني براحته تنور مصر. اي حد عايز يجي مصر ينور مصر ويروح الاماكن كلها اللي انا ما رحتهاش. وانا ما بعدين يعني ما لا لما اجيب مايك واجيب تكييف ابقى اروح الاماكن اللي انا ما رحتهاش. يعني مش ابقى اعمل لكم فلوجات بقى. لا انتوا مصرين. انا نسيت اقيمه فعلا. انا مش هقيمه. اي حد شبيه اي تيك توكر مش هقيمه يعني مش عشان حاجه، عشان مش عارف اقيمه بايه اصلا. مش عارف جنكيز خان اصلا الحقيقي، ومش عارف الواد اللي جه مصر ده. فانا شايفهم شبههم بجد يعني. فتمام اهو اسمه هشام نينجا المصري. بص اسمه سهل مش التاني، مش فاكر اسمه ياسين جنكيز، انا مش عارف. بس بص ده هشام نينجا اشتبري دوب والمطريه يعني. فكلها عارفه بعضيها يابا وخلاص كده. وانا مش هقيم الناس دي عشان الناس دي ناس مظبوطه ومش هنيجي عليهم. كلمه كده توجهها للفنان عمرو دياب. لا ثانيه واحده بقى. ده ايه ده اكيد اي ده. لا هو ايه ده الراجل شبهه بالظبط. ثانيه واحده. تريق. انا فخور ان انا شبهك كفنان. هو ليه كل اشباه الفنانين المغنيين يعني ما جالناش غير عمرو دياب دلوقتي؟ ليه مش نفس طبقه الصوت او قريبه؟ فاهم اللي هو يعني كلهم شبه عمرو دياب او مش كلهم يعني. بحبك كفنان اللي كنت في الاول، بس صوت مجدي شطه على الدغري. وبحبك يا مجدي يا شطه عشان لو فانزك جم هنا في الكومنتات عارف هيفشخوني. فانا عارف الناس فخلاص بقى عشان انا بجد بقيت اجد من الكومنتات بقى، خايف الكومنتات بقى كده. انا فخور ان انا شبيه الفنان عمرو دياب، والفنان عمرو دياب فخور ان انت شبهه، وكلنا مبسوطين. انا هقيمك انا هقيمك. فخور ان انت في شبيه الفنان عمرو دياب. نفسك تقابله ونفسك تقول له ايه؟ نفسي اقابله ونفسي اشوفه ونفسي اتصور معاه. كل ده نفسك تقابله ونفسك تشوفه ونفسك تتصور معاه؟ انت طماع قوي على فكره. انا الراجل الاولاني كان عايز يتجوز بس. نفسك تتصور معاك؟ هتسيب الجزاره بقى وتخش بقى في مجال الفن وتبقى نجم لو عايزني ابقى معاه
هو ايه اللي هيخلي معلش ومش قصدي حاجه بجد، يعني واحد جزار شغال جزار يسيب المجال بتاعه، يعني مجال الجزاره والحاجات دي، ويروح يشتغل مع عمرو دياب بجد. انا مش فاهم يعني الجزار يشتغل مع عمرو دياب. انا من ساعه ما عرفتك وانا نفسي اقعد معاك لوحدينا، يعني انا مثلا عايش لوحدي. هو ايه ده يا جدعان؟ الراجل ده مثلا قول 75% شبه عادل امام، فانا مش عارف ليه بتصعبوه علينا، يعني انا مش عارف اديله كام دلوقتي ده. وشبيه عمرو دياب احنا ادينا له 9، شوفوا انتوا تديله كام في الكومنتات، اللي هو دلوقتي اللي هو شغال جزار. الاولاني شفت مسوق التيك توك ده ما اعرفش يعني، شوفوا انتوا عايزين تديله ايه واستحملوا اللي هيجرى لكم، يعني الراجل ده لو مش هيحل خلي بالكم. يظهر ان الشبه ده اللي كان سبب تعاستك هو هيكون سبب سعدك وهناك. ازاي يا باشا؟ انت اذنهم من النهارده هتكون الرئيس، رئيس الكومبارس. احنا ممكن ندي شبيه الزعيم 8 من 10، عشان مش عشان خاطري، عشان خاطر الزعيم، عشان خاطر اي حد. الراجل ده عسليه، وكفايه ان هو بيعمل لنا حاجه تبسطنا. انا مش عارف ليه اللي كبرت الموضوع. الراجل ده ياخد 8 وخلاص يا جدعان. شوفوا انتوا لو مش عايزين تدوا، لو عايزين تدوا صفر ادوا في الكومنتات خارج عننا. بصوا مين يا جماعه اللي داخل علينا؟ خير يا اسطى، مين داخل عليكم يعني؟ طمني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا نجم مصر؟ اخبارك ايه؟ حبيبي احلى ناس الدنيا، نجم العالم اخواتي. امورنا نجم. كام الحته دي يا قلب؟ الحته دي يا باشا من غير فلوس خالص ليك يا نجم مصر، بس طلب صغير بس كده يا نجم. قول يا اخويا. عايزين نسمع حته صغيره كده بس للمحبين عصام صاصا بعد اذنك. يعني ده شبيه عصام صاصا؟ انت متاكد؟ يعني متاكد من الكلام ده؟ نص سيته مني بس خصمني، غلطتي مشيت واحد اصغر مني. انا عايز اوضح حاجه، انت شبيه عصام صاصا وشبيه عمرو دياب، انت شبيه عمرو دياب يا جدعان، ما تغنوش. انتوا اشباه الناس دي، لكن مش عشان انت شبهه يبقى صوتك زي صوته بس. اللي زعلني انه غفلني وانا كان نفسي يجيني دغري، احنا اصحاب بلدنا. لا هو شغل الصب عشان انت تسكت، يعني فاهم اللي هو خلاص يا معلم يلا سيب اللي بتغني ليه، هو شغل ده عشان انت تسكت. تمام يعني انا هديلك 5، يعني انت مش عارف اديله كام. بص يعني نستنى عشان في اشباه كتير برضه لعصام صاصا على التيك توك بجد. انا لقيت ناس كتير قوي، يعني انا وقعت في حفره اشباه عصام صاصا. يا جدعان جبت لكم شبيه عصام صاصا، هاتوا هنا وريني هات شبيه عصام صاصا دي هنقيمه دلوقتي. وبيغني زيه وبيغني نفس لحنه، وريهم يا عصام. دنياك يا عماتي. استنى بس، هو فين عصام صاصا يا اسطى؟ بعدين ما تهزرش يا اسطى. مين في طب انا هكمل عشان راجل العسل ده. مكمل يا عمري نسيت وكمان نسي، بس يعني مش عارف والله. طيب نشوف حد تاني. ادينا اهو في 2 اشباه عصام صاصا مع انه مش شبيهه، بس يلا الراجل ده شبيه عصام صاصا وخليه يتبسط. من اول ما بدات اعمل فيديوهات والناس بتقول عليا ان شبه مروان بابلو. مين يا اسطى الناس دول يا اسطى؟ شاور لي عليهم بجد يعني، عشان الناس اللي عماله بتكبر حاجات في دماغ ناس دي، واحنا كنا دلوقتي بنتكلم شبيه عصام صاصا. ايه اللي جاب مروان بابلو في الحوار؟ بس شاور لي عليهم يعني. فين مين بجد قالك تشبه مروان بابلو؟ يمكن انا مثلا ثانيه، بس انا لسه مغير النضاره من قريب يعني من اسبوع، فيعني مغير العدسات، فيعني يا ريت تشوفوا انتوا لو شبه مروان بابلو. لدرجه ان هم كلموني من فتره ورشحوني في مسلسل ان اعمل دور مغني صاعد اسمه بابلو، بس انا مرضتش. انا شبهه فعلا يا جماعه ولا ايه؟ انت شبهه، مش شبه مروان بابلو، انت شبه ما علينا. انت لو حد كلمك ما بهزرش، انت لو حد كلمك في مدينه الانتاج وقال لك تعالى اعمل كومبارس صامت، هتجري وهتسقف، فاهم اللي هو امي وانت تشاور في الكاميرا، فاهم اللي هو تلاقي المخرج طلع يا ولادك مين اللي شاور ويصرخ، فاهم، ويعيدوا المشهد عشان خاطرك ويمشوك وما يدكش اجرك. فانت ما تقوليش بقى كلموني وانا الصراحه ما وافقتش، قلت لهم الاجر ده قليل واسمي هيتكتب في التتر ولا لا، وقالوا ثانيه معايا بس معايا الاستاذ مش عارف مين يعني، ايوه يا فنان ويل سميث معاك، فاهم. ما تعيشهاش يا اسطى، ما تعيشهاش. اكشن هحاربكم جاي اندفكم. انت فعلا لا ثانيه ده اقرب شبيه لعصام صاصا، بعيد عن التشنجات دي، بس يعني هو اللي عاملها عشان ما حدش يقول لي بتتريق على الناس وهو مش، لا هو مش صاحب مرض يا باشا، هو راجل عادي. هو اهو انا عارفه فيديوهاته جامده. خصامي هجرحها الفوق هفتحها. انا بحب عصام صاصا، بس ده اقرب شبيه بجد لعصام صاصا، فاحنا ممكن ندي
يلا ندي اللي كان بيغني في المحل 5 5. والراجل العسلية التاني ده نديله 5. وانت يا اسطى تاخد 8 عشان انت اقرب شبيه ليه. وكفايه كده. وشبيه مروان بابلو ده مش شبيه مروان بابلو، فمش هنقيمه برضو زي التيك توكر التانيين. وكفايه كده عشان تعبت. وبكده يا جماعه خلص الفيديو بتاع النهارده. ولسه ما عملتوش لايك، يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه عشان نزيد كده ونوصل مليون قبل اجازه نص السنه. انا نفسي اوصل مليون يا جدعان. انتوا ليه مش قادرين توصلوا مليون بجد يعني؟ وصلوا لي مليون باذنكم وصلوا على النبي بجد. ولو وصلتوا للاخر قول لي انا راجل جدع ومظبوط. اكتب لي. ولو انت بنت اكتبي لي ايه لو انت بنت. احنا نعمل كلمه سر والله عشان احنا وصلنا لاخر الفيديو. نكتب مثلا شطه مشطشط. نكتب مشطشط بجد. ايوه مش عارف ليه جه في دماغي اكتب انا المشطشط. والله اقول لي انا وصلت لاخر الفيديو انا المشطشط، وحط قرن فلفل او علامه النار دي جنب يا لهوي على الجمدان. او اكتب انا المشطشط، انا هفهم ان انت وصلت لاخر الفيديو. وبس كده. يا ريت تعملوا شير مع اصحابكم عشان بدات المدارس بقى، عايزين بقى نكبر كده. ومش هعطلكم بقيه الاسبوع يعني. هو يوم الجمعه ويوم السبت هننزل فيديوهات طويله، او يوم الجمعه والخميس يعني. والبقيه ايام الاسبوع فيهم فيديوهات قصيره يعني مش هيعدوا 10 دقايق، فمش هطول عليكم. يلا سلام عليكم.